محدش هيقولك اللي هيحصل النهاردة، بس النهاردة هو اليوم اللي ممكن يغير كل حاجة في جسمك. منورين يا أبطال، أهلا بيكم في اليوم الرابع من تحدي ال30 يوم. اليوم ده بقى اليوم اللي جسمك فعليا يبدأ يستجيب فيه، يبدأ يشد، يبدأ يبان عليه التغيير. قبل ما نبدأ، لو انت مكمل لحد هنا انت من الناس القليلة اللي عندها إرادة، علشان كده دعمك ليا مهم جدا علشان أقدر أكمل السلسلة دي كل يوم. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس، ده أقل دعم منك للتحدي المجاني اللي ناس كتير بتاخده زيه بفلوس. اليوم الرابع بيكون أصعب يوم نفسيا، الدماغ تبتدي تقولك كفاية، بس لو كملته جسمك رسميا هيتبرمج على التغيير، فاستحمل وثق إن اللي جاي أحسن. النهاردة هنركز على upper body plus core، مش هنلس رجلين النهاردة نهائي. تركيزنا هيكون على الصدر، الكتف، الذراع والبطن، مع شوية كارديو بسيط بين كل تمرين والتاني علشان نرفع الحرق من غير مجهود زيادة. التسخين علشان نشغل الجسم قبل التمارين، نسخن جسمنا دقيقة ونص، 30 ثانية لف دراعين، 30 ثانية فتح وقفل، 30 ثانية هاي ريتش بلس تويست، تنفس عميق، ما تستعجلش، جسمك بيستعد للحرق. هتاخد راحة دقيقة بين كل مجموعة. 1 بوش اب هولد ميني بوش، 30 ثانية 4 مجاميع. ولو مش قادر تعمل ضغط كامل اعمل نص حركة بس، المهم تشغل عضلات صدرك. شولدر تاب بلانك، 30 ثانية، ايد يمين تلمس كتف شمال والعكس، بطنك ثابتة، ظهرك مستقيم.
تلاتة وايت بوش ابس 30 ثانية. ايدك واسعة، اضغط براحة، ده تمرين صدر قوي جدا. سلو ماونتن كلايمبرز. ببطء كل ركبة تطلع تحت بطنك، ده تمرين بطن مش كارديو، ركز. بوت هولد 30 ثانية. ارفع صدرك ورجلك واثبت، ده بيضرب البطن بالكامل.
عشان اليوم ده يجيب نتيجة ركز على شوية حاجات بسيطة. 1. الفطار بيض جبنة قريش أو فول. 2. الغدا فراخ أو تونة أو سمك طبق سلطة. 3. قلل النشويات قوي النهاردة. 4. العشاء خفيف. 5. مية كتير. 6. امشي 10 دقايق بعد الغدا. لو حسيت بشد في الكتف حرارة في الصدر وبطنك بدأت تنشف شوية انت كده ماشي صح. الوزن مش لازم ينزل دلوقتي بس مقاس بطنك هيبتدي يقل من أول أسبوع. وبكده نكون خلصنا اليوم الرابع من التحدي. لو وصلت للنهاية افتخر بنفسك واكتب لي تحت أنا مكمل للنهاية. وما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس علشان تستنى فيديو اليوم الخامس لأنه هيبقى أقوى من النهاردة.